كنت خارجة مع أصحابي وإحنا الخروجة بالنسبة لنا يا إما بنروح مول ونطلب أكل يا إما بنقعد في حديقة وبرضه بنطلب أكل. المهم طلبنا الأكل اليوم ده والأكل بصراحة كان جاي يعني استغفر الله العظيم يا رب ما يتاكلش. قلت يا بت ولا يهمك يا بت، اما تروحي افتحي فسيخ شم النسيم اللي انت لسه شارياه وكلي واتبسطي وسيبك من موضوع شم النسيم ده لما يبقى يجي يحلها الحلال. دخلت البيت على طول جري، فتحت الفسيخ بتاعي والرنجة، كنت شارية شوية فسيخ ورنجة بصراحة خيال، انا مش قادرة اقول لكم تحفة ازاي. اول حاجة بدأت افتح كده الرنجاية دي، قلت هفتح واحدة بس كفاية عليا عشان ما تقلش بالليل، وبدأت افتح الرنجة والله حتى ما حطيتها على البوتاجاز، قلت بقى زي ما تيجي تيجي. كانت طالعة من التلاجة، بشيل الشوكة كده وقصقصتها وظبطتها ونضفت بطنها وشلت البطروخ. البطروخ طلع ناعم زي ما انا بحبه بصراحة، انا بحب الناعم اكتر، جوزي بيحب الخشن بس انا بحب الناعم. وقصيتها كده بالمقص وجيت اشيل الجلدة بتاعتها. انا قلت بقى ايه الجلدة مش هتتشال معايا، بس لقيتها ايه زي السكينة في الحلاوة زي الفل. والرنجايه كانت متماسكة جدا جدا وطازة وحلوة قوي. الرنجة دي اسمها ابو السيد على فكرة، يعني انا مش عارفة بيقولوا عليها ابو السيد او بوسيد، مش عارفة مين الصح، واكتبوا لي في الكومنتات هو بيتنطق ازاي. المهم ايه حطيتها كده في طبق عشان بقى نقطع بصل ونظبط الدنيا دلوقتي، بس قلت برضو هفتح معاكم كده الفسيخ ونشوف اخباره ايه. المهم فتحت الفسيخ يا ولاد، وبصراحة البنت اللي اشتريت منها الفسيخ ده والله انا دي رابع مرة اشتري منها الفسيخ، يعني انا مجرباها 4 مرات ما شاء الله، ما خذلتنيش بصراحة ولا مرة، كل مرة بجيبه منها احلى من المرة اللي قبلها. تعالوا بقى شوفوا الفسيخ الجميل القمر ده. الفسيخة ما شاء الله نص كيلو، الكيلو عامل سمكتين ما شاء الله. الفسيخة كبيرة جدا، والفسيخ ده جاي من مصر طازة كده، يعني مش ملح في الدوحة هنا، لا يعني جاي من مصر على طول. فانا بصراحة بحب الفسيخ المصري اللي بيتعمل بالبوري المصري، لما بيكون البوري جاي من مصر بيكون عليه تلج وكده، فما بيتملح برضو ما بيكونش احسن حاجة، لازم البوري يكون طازة عشان يتملح. فانا ده بقى متملح في مصر وجاي بس شحن، فبصراحة كان تحفة. بصوا الفسيخة لونها عامل ازاي، بتتكلم عن نفسها اقسم بالله، تحفة التحفة، يعني مش قادرة اقول لكم بجد. الملح بتاعه مش مظبوط، لا اقل من مظبوط، يعني عادب جدا، اللي ياكله مش هيحس بمشكلة ابدا 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 في الملح نهائي. بصوا انا قطعت حتة هنا في المونتاج، كنت ماسكة الشوكة بقى ايه وعمالة اكل فيها. هنا شايفين بوريكم اللحمة زبدة ازاي ما شاء الله لا قوة الا بالله. كل ما السمكة بتكون كبيرة كل ما بتكون طعمها بيكون احلى. عصرت بقى شوية ليمون كده وقعدت اكل حتت حتت، يا لهوي على جماله. المهم ايه انا كنت جايبة 2 كيلو، قلت بقى ايه ان انا افصصه كده في برطمان، بما اني زفرت ايدي يعني قلت اعمل مفاجاه كده لمرات اخويا لان هي بتحب الفسيخ يكون مخلي، حطيته لها كده في البرطمان. بصوا الملح ده، الملح ده هو الملح اللي متملح بيه الفسيخ، ملح خشن اللي هو الملح صخري، علشان كده الفسيخ عمره ما يكون حادق. نوع الملح ده مميز جدا ان هو بيخلي الفسيخ مش حادق خالص. بصوا يا جماعه لحمه الفسيخ عامله ازاي. وبعد ما خليت بقى الفسيخ وحطيته كده في البرطمان، مليته بقى شويه زيت حلوين، وكمان حطيت له فلفل احمر وفلفلايه خضره كده كانت عندي في التلاجة هتموت، قلت احطها في البرطمان وبعدين بقى ايه قفلته كده عشان ابعته لمرات اخويا. هحط لكم في اول كومنت لينك جروب وهو اسمه الاكلات المصريه بقطر، والبنوته اسمها ريهام. اشوفكم في فيديو جديد، كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.